هو انك لو جربت مره واحده بس تشرب من اي قله هتلاقي الميه منعشه وجميله وكمان بارده. ده ليه بقى؟ ده لان القله اللي معموله من الفخار اللي هو الطين بتخلي الميه بارده ومنعشه بشكل عجيب جدا. وده لانك بتشرب ميه حيه مش ميته. وده لان اثبتت الدراسات العلميه ان الميه اللي احنا بنشربها بالازاز البلاستيك او الازاز دي ميه ميته، وان الجسم ما بيستفادش منها استفاده كبيره زي الميه الحيه. وعشان بقى نخلي الميه حيه ومفيده لجسمنا افاده كبيره جدا نحطها في اواني فخاريه او ما تسمى بالقله. ده لان القله بتعيد للميه طاقتها العجيبه وحيويتها. ده لان الميه اصلا بتبقى شبه جايه لنا ميته وهي جايه لنا في المواسير البلاستيك اللي في البيوت او اي مواسير او اي حنفيات معدن. ده لان الفخار هو اقرب ماده قريبه لجسم الانسان، وبكده يقدر يحفظ الميه حيه وترجعه لطبيعته وحيويته تاني. وكمان ده لان الميه الحيه الدراسات اثبتت ان لها تاثير كبير جدا في زياده النمو. عشان كده نلاقي دايما الناس اللي في الارياف او الفلاحين اللي بيشربوا من القلل دولت تلاقيهم ربنا يعني يديهم الصحه ويزيدهم، تلاقيهم طوال كده وعراض وزي الفل. ده لان هم معظم الوقت او 70% منهم بيعتمدوا على الشرب من القلل او الاواني الفخاريه. حتى الزرع يا جدع تلاقي الزرعايه كده طالعه مرعرعه ولونها حلو وتلاقيها بتكبر بسرعه. يعني ده كله بسبب ايه؟ اهو ده كله من القله الصغيره دي. ده لان شحنه الفخار بقى شحنه اصلا سالبه زيها زي الارض بالظبط. وده لان الشحنات السالبه اللي بتبقى في القله ديت بتبقى قادره على قتل الاجسام الغريبه الصغيره الدقيقه اللي بتبقى في الميه. وده برده معناه ان القله الصغيره دي هي اعظم فلتر في التاريخ. وده كمان برده لان الفخار ده بينقي الميه من الشوائب البيولوجيه. ده علشان كل الاجسام الصغيره الغريبه بتبقى كلها شحناتها موجبه. فلما بنحط الميه في القله بتبقى ميه قلويه. فلما بنشرب الميه من القله بنشرب ميه قلويه حيه، وبالتالي الميه دي هتاثر على دمنا فدمنا هيبقى قلوي. وده بيمنع تماما نمو اي خلايا سرطانيه لان الخلايا السرطانيه لا تنقسم في اي بيئه قلويه. وكمان مع الوقت هنلاحظ ان كل الالتهابات اللي في جسمنا هتنتهي مع الوقت وبالتدريج. ولك ان تتخيل ان الميه اللي في القله دي بيبقى فيها اكسجين اكتر 200 مره من الميه اللي محطوطه في الازاز البلاستيك او الازاز. وبالتالي الاكسجين هيوصل اسرع واكتر لكل انحاء جسمنا، فهيقتل كل الخلايا الهوائيه والخلايا السرطانيه والالتهابات واي اجسام مضره في جسمنا مسببه للامراض. لان اصلا اي حاجه من الحاجات ديت ما بتحبش الاكسجين نهائي. زائد بقى ان نسبه الاملاح اللي بتبقى في الميه اللي في القله ديت بتبقى اقل بكتير من الاملاح اللي بتبقى في الازاز او البلاستيك. علشان كده انا عايزكم ما تستهونوش ابدا بالقله الصغيره اللي انتم شايفينها دي. اهي البركه الصغيره ديت فوائدها اكتر بكتير جدا من اي ازازه ثانيه حتى لو مصنوع ايه او بكام. فلو نلاحظ برضو ان اي ازاز بلاستيك من اللي احنا بنشتريها المعدنيه دي هنلاقي على الازازه من تحت مكتوب بي 1 او بي 2، يعني تستخدم مره واحده بالكتير. احنا بقى ما عندناش الثقافه دي، بنجيب الازازه نحطها في الثلاجه ونقعد نستخدمها العمر كله. اهو شوفوا بقى الازازه البلاستيك دي بعيدا ان هي بتموت الميه اصلا وبتدينا ميه ميته وما فيهاش اي فايده، لا ده كمان بتدينا اضرار وبتسبب امراض. اهو الازاز البلاستيك دي برضو لما الميه بتفضل موجوده فيها فتره كبيره جدا البلاستيك ده بيتفاعل مع الميه. وكمان الدراسات اثبتت ان البلاستيك ده لما بيتفاعل مع الميه او الميه بتفضل في ازازه بلاستيك عمر طويل بتسبب امراض وبتعمل خلايا سرطانيه. او تخيل انت بقى ان احنا بنمسك في الازازه البلاستيك اللي بتساعد على تكوين الخلايا السرطانيه ونسيب القله اللي بتموت الخلايا السرطانيه دي اهو، ونرجع في الاخر بقى نستغرب ليه الامراض عماله تزيد والسرطان عمال يزيد وان احنا ما بقناش بصحه كويسه زي الاول. اهي كل الفوائد دي يا جدع جايه من القله الصغيره دي. كل الفايده دي من القله ليه بقى؟ لان شوف الشبه العجيب اللي معمول ان القله دي مصنوعه من الطين، وان الانسان برضو ربنا عز وجل خلقه من الطين. فده بيثبت لنا ان الطبيعه هي اصل كل حاجه، وان الطبيعه عمر ما يجي منها ضرر بالشكل اللي الانسان بيعمله او الانسان بيصنعه او يعمل نفسه ناصح ويروح يعمل بلاستيك ويعمل مش عارف ايه وبي 5 وبي 1 وبي 2. لا، ارجع للطبيعه. بص لو عجبكم الفيديو دوت والمعلومات دي اول مره تسمعوها هنقول او كنتوا ظالمينها او مش عاجبكم شكلها، اديها بنت على حقيقتها ان هي يعني اكتر صديق للبني ادم وممكن يفيده وممكن يبعد عنه اي ضرر. نعمل لايك من اجل القله ونعمل شير عشان خاطر كل الناس تبقى عندها قلل في بيوتهم. وكمان نلاقي اي واحد بتاع قلل معدي من تحت، خد يا بتاع القلل رب بيدور عليك يا حبيبي. شكرا.